توجيه أحمد شطي الشمري من العامود. نحن عشائر شمر، امتداده من السعودية لليمن للعراق لسوريا، كان موطننا الأساسي هو اليمن، وبأسباب الهجرات والنزوح نزحنا من اليمن إلى السعودية، ومن ثم إلى العراق وإلى سوريا، وسوريا شمال شرق سوريا، استقررنا بشمال شرق سوريا. ونحن كوجهاء عشائر شمر لا نقبل أي اعتداء على أراضينا وممتلكاتنا. من فاقد الأرض فقد العرض. ونحن في هذه الأيام نعيش أيام تهديدات من الدول الخارجية، الدول الاستعمارية الذي هدفها استعمار منطقتنا وتأخير فكرنا الديمقراطي ومحاربة مشروع السلام. نحن دعاة سلام وليس دعاة حرب، وإذا اضطرت الأمور حنا أهل الحرب، حنا أهل الحرب. وأسولف لك على عشيرة شمر، له دور قوي بأمان المنطقة وطرد داعش والأيادي الخارجية من المنطقة، وقدمت وشكلت جيش اسمه جيش الصناديد، قاتلوا ودافعوا وقدموا ضحايا وقدموا شهداء من أجل استقرار المنطقة. نحن كقبائل شمر ما في فرق لا بين كردي ولا مسيحي ولا يزيدي ولا آشوري ولا القبائل الأخرى اللي هم من شمال وشرق سوريا. تستقطب قبائل كثيرة واستقرار قبائل كثيرة بشمال شرق سوريا من منطقتنا، أو يفرق شملنا. نحن الحين في حالة استقرار دائمي، رجعت الحياة كما كانت الحياة، كانت حياتنا طبيعية، تمارس عملك بشكل نظامي سواء من زراعة ولا من توظيف ولا من غيره. ولكن هالحين يريدون ينزعون استقرارنا باستهدافهم الطيران المسير، باستهدافهم أخذ واقتطاع بعض الأراضي السورية، واقتطعوا من الأراضي السورية وحاربوا السوريين. نحن شعب سوريا، شعب واحد، لغتنا واحدة، دمنا واحد، مشاركتنا واحدة لجميع المكونات. قلت لك جميع المكونات، عرب وسريان ومسيحية، وتسكن عندنا ايزيدية، وتسكن عندنا جميع القبائل والطوائف. يعني شنو هدفهم؟ انه افراغ المنطقة من اهلها، افراغ المنطقة من اهلها. ليش؟ لتسهيل الاحتلال العثماني، لإعادة السيطرة العثمانيين علينا ونزع استقرارنا وتفرقة ما بين الأب وأبوه وما بين الأخ وأخوه وما بين نحن المكونات. يزرعون على أساس أنهم يبعثون علينا خلايا، والخلايا هاي تعتبر خلايا إرهابية. اللي ينزع استقرارك إرهابي هذا، مو واللي إنسان اللي يوطنك ويأمن لك سبل العيش وسبل الراحة وسبل الحياة. هل هذا هو إرهاب ولا استقرار؟ هذا اسمه استقرار مو اسمه إرهاب. نعتبر قبيلة واحدة، طي ولا شمر ولا البقارة ولا الشربين ولا جيش ولا جميع القبائل، حنا يضمنا بلاد واحد، وطن واحد، أرض واحدة، ومن فقد الأرض فقد العرض. نحن من هذا المكان من تل حميس، نحن كوجهاء المنطقة نناشد أصحاب القرار اللي يحسون بالمعاناة والألم، الأطفال الذي تشردت والأطفال الذي قتلت والبنية التحتية التي تدمرت، نناشدهم بأخذنا بعين الاعتبار وإيجاد حل فوري ومباشر لوضع حدود لهذه الأمور الذي أصبحت سوريا
أصبحت مسرح الاستراحات، أصبحت مسلسلات، أصبحت للإعلام فقط لا غير، سواء الغرب يصفق أو الشرق الإيراني كذلك الأمر يصفق على ما جرى في سوريا. سليمان محمد سليمان أحد وجهاء عشيرة الطفاحين، من كبار الوجهاء. طبعا عشيرة الطفاحين عشيرة أريقة، عشيرة سادة، عشيرة تعدادها ما يقارب 15 أو 20 ألف نسمة، عشيرة متعددة من 36 قرية. فهذه عشيرة الطفاحين احنا من بدأت الإدارة الذاتية عندنا تألفنا معها، وإحنا أكثر شبابنا متطوعين في الإدارة الذاتية مع الأسايش، مع اليبركة، مع قوى سوريا الديمقراطية، للحفاظ على الأمن وأمان المنطقة بشكل كامل. فإحنا منطقتنا عايشين الحمد لله رب العالمين، والفضل لله رب العالمين، والفضل القوات السورية الديمقراطية، عايشين بأمن واستقرار وتآلف وتآخي بين العشيرة ومع رفاقنا في الإدارة الذاتية. رفض قاطع الاعتداءات التركية على شمال شرق سوريا، لأن احنا متآخين ونعيش صف واحد وتآلف واحد، كنا أخوة بعضنا وكنا إيد وحدة ضد أي هجوم سواء من تركيا أو غير تركيا يستهدف المنطقة شمال شرق سوريا. فإحنا كعشيرة أريقة، عشيرة معروفة، عشيرة على مستوى تقريبا أكثر من 20 ألف نسمة، مستعدين للقتال أي وقت كان، نقاتل مع رفاقنا، مع قوات سوريا الديمقراطية.